والله كمان مره بحبك، اقسم برب العزه بحبك. انا عامل والله الحلقه دي يا جماعه اللي لاعب استثنائي كده قسما بالله العظيم، يعني عمل مواقف كتير حلوه. واخر موقف عمله ده قسما بالله باين لي قد ايه الراجل ده، قسما بالله ابن اصول ومتربي وطالع من بيئه حلوه، وراجل يعني لا مؤاخذه يعني ابن بلد وشبه وشبه كده قسما بالله العظيم. والحلقه دي انا عاملها استثنائيه قسما بالله عشان اللاعب ده، الا وهو اللاعب قسما بالله واجتمعوا عليه يعني حب الزملكاويه قبل الاهلاويه قسما بالله العظيم. الراجل ده انا لو الصفحه بتاعتي كبيره، او يا رب اللي سمع الفيديو ده يمنشن للاعب ده ويقول له قسما بالله العظيم ان انا بحبك جدا 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 بافعالك الانسانيه وبافعالك الجميله سواء جوه الملعب ولا بره الملعب. والله العظيم قسما بالله محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه، مجدي الصياد، زي ما انت عايز تقول قول. القاضيه ممكن، هو ولدنا قفشه، هو ولدنا قفشه. يعني احنا بنشوف الموقف الاخير لما طلعت مرات ابراهيم شيكا رحمه الله وقالت لك وذكرت محمد مجدي قفشه وقالت لك ده الراجل عمل وعمل وعمل وعمل. والله يا ابني اقسم بالله هيعود لك، اسمع مني والله العظيم لا يعود لك. ولكن يا جماعه اللي بقول ان اللعيب مش بس مواقف في الملعب، لا، اللعيب بره الملعب وجوه الملعب مواقف انسانيه، بس مواقف انسانيه بحت. سيبك بقى من ان احنا بقى يعني ايه بنتريق على لعيب ان مستواه مش حلو. يا عم معاك ان ده يعني محمد مجدي قفشه لو مش حلو في الملعب هنقول ان هو مش حلو، احنا عمرنا ما هندلس لحد ولا حد قايل لنا نقول ايه. ولكن انا بتكلم على موقف حصل من لاعب لازم انا اطلع اتكلم واشيد بيه. بس انا لما اجي مثلا حد يقول لي او انا اشوف مثلا ان محمد مجدي قفشه مرات رحمه الله عليه ابراهيم شيكا قالت ان محمد مجدي قفشه ما رضيش يتصور مع ابراهيم وقال لك ده صديقي وده صاحبي، وانا عمري ما هتصور مع ابراهيم شيكا وهو تعبان عشان ده صاحبي. والست طلعت قالت لك فضل معانا وكان بيجي لنا نادي الزمالك ويطمن على شيكا وكان بيروح للمستشفى مش عايزين نتدخل في المواضيع ده. ولكن بضيف على ده ان محمد مجدي قفشه والله العظيم يا جماعه اقسم بالله حتى لما يقعد على الدكه بره وينزل حتى في الدقائق الاخيره ما بنسمعلوش صوت، وبدا يلتزم وينزل على قد ما ينزل ويسجل ويبقى مركز في الملعب. يا جدعان اقسم بالله العظيم مواقف، وضيف على كده حاجات كتيره قوي 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 عملها محمد مجدي قفشه. هو ده اللاعب يا جدعان اللي احنا بنتكلم فيه، وان محمد مجدي قفشه والله العظيم من اللاعيبه ومن يمكن احسن اللاعيبه في مصر حاليا. انا والله العظيم نفسي الحلقه دي تروح له حد بس يمنشن لمحمد مجدي قفشه ويقول له ان اللي انت بتعمله ده والله العظيم ربنا هيعود لك. لو الخير اللي انت بتعمله ده ان ربنا هيعود لك، وان فعلا انت لاعب قبل ما تكون لاعب انت راجل انسان وكويس. والله العظيم حاجه حلوه وحاجه جميله جدا. والله يا جدعان انا عامل الحلقه دي حبا في الراجل ده. انا مش طالع اتكلم لا على النادي الاهلي ولا على عمل ايه ولا لان انا بقول لك دي حلقه استثنائيه عاملها ومخصصها للاعب ده. بصراحه الحلقه دي لمحمد مجدي قفشه، فانا طالب من كل اللي بيشوف الفيديو ان يمنشن لمحمد مجدي قفشه. وللاسف ان انا صفحتي مش متشافه ولسه طالعه على السوشيال ميديا، تمام. ولكن كل اللي بيشوف الفيديو يا جدعان يمنشن لمحمد مجدي قفشه ويقول له يا ابني والله العظيم اللي انت بتعمله ده ربنا هيعود لك، وانت فعلا حد ابن اصول وحد ابن بلد وراجل جدع جدا جدا جدا. وفي موقف برضو تاني برضو معلش يعني الشيء بالشيء يذكر بقى، ما انا هتكلم والشيء بالشيء يذكر. برضو في لفته برضو لمحمد مجدي قفشه، مش عارف رب كنا بنلاعب ماتش مين، ماتش من قريب يعني مش عارف كان متهيألي بنلاعب الهلال السوداني يعني ما اعتقد يعني. المهم كانت مباراه يعني من لو حد فاكر يعني المباراه كنا بنلاعب ومش عارف اللعيبه كانت اليومين دول كانت مزرجنه وبتاع. المهم جه بعد الماتش الكابتن اللي بنقول عليه كابتن الفريق محمد الشناوي خد اللعيبه طبعا وطلع بره ما عدا محمد مجدي قفشه. راح للجمهور وقال لهم انتوا، وبقى يعمل لهم كده انتوا النادي الاهلي، بيقول للجماهير انتوا النادي الاهلي، انتوا مش حد تاني، انتوا النادي الاهلي، ويشاور على الجماهير ويقول لهم انتوا النادي الاهلي. يا جماعه يقسم يا جماعه افهموا بقى ما يجيك ام الكوره يا اخي، يا اخي ما تزهقناش بقى وتقرفونا بقى في ام الكوره بقى. افهم يا عم توهو، افهم يا عم ان حب الناس وحب الجماهير دي هي اللي باقيه، وحب الناس دي اللي باقيه مش الملايين. والله العظيم والله العظيم ما الملايين واللي بتتصرف ده كل ده في الاول وفي الاخر دي كوره ومسيرك هتبطل عاجلا ام اجلا هتبطل. ولكن اللي هيبقى حب الناس وحب الجماهير ادي اللي انا بتكلم فيه وطالع اتكلم. عشان كده انا بقول لك والله العظيم الراجل ده ليه مواقف حلوه، وانا طالع الحلقه دي اقسم بالله عشان عامل الحبه دي حبا في محمد مجدي قفشه، مجدي الصياد، القاضيه ممكن. ويمكن يعني كتير من الزملكاويه متفقين على حب الراجل ده قبل الاهلاويه بمواقفه الانسانيه سواء جوه الملعب او بره الملعب. هو ده اللي انا بتكلم فيه. فمعلش يا جماعه طولت عليكم اقسم بالله، لو دي كان حلقه استثنائيه كنت عايز اعملها والله حبا في الراجل ده.